السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعنا هنعمل مع بعض كيكه من اسهل واظرف واطعم الكيكات، وهي كيكه قدره قادر او كيكه الكريم كراميل. حتى انت لو لاول مره هتجربي تنفذيها او تعمليها هتطلع معاكي ناجحه 100%. بس هقولك على كام تريكه كده وخدي بالك منها وانت بتشتغلي، وهتطلع معاكي جميله جدا. ما تنسوش بقى قبل ما نبدا في الفيديو بتاعنا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل حاجة جديدة انزلها. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات وطريقة التحضير. اول خطوة هبدأ بيها ان هجهز الصواني او الفرن بتاعتنا، وهي اني هرش فيها رشة زيت بسيطة جدا، وهمسحها بالفرشة كده من الجوانب ومن الارضية كويس جدا عشان اضمن ان الكيك بتاعنا ما يلزقش ويخرج بكل سهولة. بعد كده هبدأ اوزع صوص الكراميل في الصواني او في القوالب، وهحركهم كده يمين وشمال علشان اوزع كراميل كويس جدا في الصواني. بالنسبه لصوص الكراميل اللي انا استخدمته هي الاكياس الصغيره اللي بتكون متوفره داخل عبوات الكريم كراميل الجاهزه. كده تمام، الصواني او الفرن بتاعتنا بقت جاهزه. هركنها على جنب وابدا احضر في الطبقه اللي بعدها اللي هو الكريم نفسه. احتجت ليها كوبايتين ونص من اللبن الحليب باردين بدرجه حراره المطبخ او التلاجة. واحتجت ليهم باكوين ونص من البودر بتاع الكريم، ودوبتهم كده على البارد كويس جدا. وبعد كده رفعتهم على النار مع استمرار التقليب لحد ما قوامهم ابتدى يتقل شويه ودخلوا في الغليان. اول ما يبتدوا يعملوا الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي، خلاص كده هو نضج واستوى. هبدأ اصبهم في الفرن بتاعتنا او اوزعهم، وهنا هستخدم مصفى علشان اضمن الخليط يبقى ناعم جدا مفيهوش اي تكتلات. هسيب الخليط اللي في الصواني يهدى خالص ويتماسك، وهبدأ احضر في اخر طبقة وهي طبقة الكيك. هحتاج ليها كوباية من الدقيق ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام الدارك ورشه ملح ومعلقه بيكنج باودر. هندخل كل المكونات الجافه واركنهم على جنب، وابدا في تحضير كل المكونات السائله. هحتاج بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، عليهم نص كوباية لبن او حليب، يعني احنا في مصر بنقوله على الحليب لبن. وكمان معاهم ربع كوباية زيت وتلات ارباع كوباية سكر. والسكر طبعا على حسب الرغبة، يعني لو تحبوا الكيك محلي شوية ممكن تخلوها كوباية كاملة. وعليهم باكوين من الفانيليا، وهنخلط كل المكونات دي في الخلاط لحد ما يبقوا كريمي ناعم خالص زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا قبل ما اجهز الكيك خالص شغلت الفرن على درجة حرارة 180. هحط كل المكونات السائلة بتاعتي في بولة، وهنزل عليهم المكونات الجافة، وهبدأ كده بالمضرب السلك العادي اليدوي ان انا هخلطهم وهقلبهم كويس كده. خلاص بقى الكيك جاهز معايا. هنزل الجوانب بسباتيولا علشان ما يبقاش اي تكتلات فيها او اي حاجة تبقى على الجوانب ما اختلطتش كويس. وهبتدي اوزع خليط الكيك، وهي اخر طبقة طبعا بنجهزها على الصواني بتاعتي. شايفين الكريم كراميل تماسك ازاي رغم ان انا ما دخلتوش التلاجة خالص. نيجي بقى لخطوة التسوية. هحط الفرن بتاعتنا او القوالب في صينية كبيرة، وهحط في جوه الصينية بارتفاع تقريبا 2 او 3 سنتي مية مغلية. يعني هنسوي الكيك بتاعنا على حمام مائي. طبعا ده فيه طبقة كراميل وطبقة كريم، فما ينفعش ادخله على نار الفرن مباشرة. هحط المية المغلية وهدخله على حمام مائي على الشبكة في الرف اللي في النص. هتقعد حوالي من 35 ل 40 دقيقة، بس ههدي النار خالص وهخليها تقريبا 150. هتاخد من 35 ل 40 دقيقة، وده على حسب حجم الصواني. اول ما هتخرج من الفرن هسيبها تهدى، وهدخلها التلاجة على الاقل ساعتين ساعتين علشان الكريم كراميل يتماسك ويبتدي ما يسحش معايا وانا بنزله ويحتفظ بشكله. بعد ما يخرج من التلاجة هنبدأ نقلبه في أطباق التقديم ونقدمه. هيخرج بكل سهولة، وده لأننا دهنا في البداية خالص الفرن بتاعتنا بالزيت. والنتيجة زي ما انتوا شايفين كيكة متماسكة جميلة جدا، ألوانها خطيرة وشكلها مبهر يشرفك حقيقي قدام ضيوفك قدام أولادك. ده طبعا غير طعمها الرهيب. طعم الكيك الشوكولاته مع الكراميل وصوص الكراميل طعمه جميل جدا جدا، يعني انا مش قادره اوصفه. بتمنى تجربوها وعلى ضمانتي ان شاء الله هتعجبكم جدا، وهتعتمدوها في كل مناسبه وفي كل وقت، لانها سهله في التجهيز، ما خدتش معانا وقت، وكمان مش مكلفه. بس اهم حاجه وانتوا بتجهزوها خدوا بالكم من الكام تركه اللي احنا قلنا عليها دي، يبقى علشان الكيك يطلع ناجح معاكي جدا. اول حاجه هتدهني الصواني او الفرن بتاعتك زيت، زيت بسيط خالص علشان تخرج معاكي بكل سهوله. مش شرط تتأيدي بنوع معين او شكل معين من الصواني، ممكن تستخدمي صواني عاديه جدا مربعه او مدوره. المتوفر عندك في البيت هيقضي الغرض وهتطلع جميله. تاني حاجه هتسويها على حمام مائي وتهدي درجه حراره الفرن، ما تخليهاش عاليه. تقدري تختبريها بخله بعد حوالي 30 دقيقه ان طلعت نضيفه يبقى خلاص كده الكيك استوت. هتطلعيها تسيبيها تهدى وتسيبيها في التلاجة على الاقل ساعتين قبل ما تبتدي تقلبيها خالص.
الكيكه ما شاء الله بصراحه من انجح الكيكات، حتى لو بتجربي لسه لاول مره تنفذيها هتظبط معاكي وهتطلع حلوه وناجحه باذن الله. وبالنسبه لصوص الكراميل اللي استخدمناه في البدايه خالص غلفنا بيه القوالب، لو ما عندكيش الصوص اللي هو الجاهز في الاكياس تقدري تعملي كراميل بكل سهوله في البيت. ان احنا هنجيب كوبايه من السكر هنكرملها على النار في حله او في طاسه، ونحط عليها تقريبا ربع كوبايه ميه، هنسيبها تتكرمل وهنقلبها شمال ويمين كده بس بالطاسه، مش هنتدخل بالمعلقه خالص لحد ما يبتدي لونها يغمق وتدينا لون الكراميل الحلو بتاعنا. بس هنقف جنبها مش هنسيبها عشان ما تتحرقش وتدي طعم مر. واول ما يجهز هنستخدمه عادي جدا وهو سخن، هنبطن بيه القوالب وهيدينا طعم جميل جدا. وكمان الصوص اللي بنستخدمه او بنجهزه في البيت بيبقى احلى بكتير من الجاهز. دي شكل الكيكه طبعا زي ما انتم شايفينها متماسكه وجميله، القطعه سليمه شكلها جميل رغم ان مكوناتها كلها مختلفه. معانا الكيك ومعانا طبعا الكريم كراميل وصوص الكراميل، وكل واحده فيهم قوامها مختلف عن التاني لكنها تماسكت وادتنا النتيجه الروعه دي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش اذا عجبتكم الوصفه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل حاجه جديده انزلها. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. بشكركم جدا، سلام عليكم.